السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في أكلة هنية مع حلا، إن شاء الله تعجبكم وصفاتي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البان كيك، أحلى وألذ وأسرع تحلية ممكن تعمليها لولادك. هنعمل مع بعض البان كيك بكل سهولة إن شاء الله. ولو عجبك الفيديو ياريت تدوسي لايك، كومنت حلو منك يشجعني، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أول حاجة جبت معايا بيضتين، حطيتهم في بولة، نزلت عليهم بشوية من الفانيليا وضربتهم شوية. بعد كده نزلت بكوباية ونص من الحليب، عليهم 3 معالق من الزيت، حطيت 3 معالق من السكر. بعد كده عندي كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم معلقة من النشا ومعلقة من البيكنج باودر، وهنزل على خليط الحليب مع البيض وأدوب شوية بشوية، أضرب شوية بشوية الدقيق لحد ما الدقيق بيختفي معايا تماما. حطي الدقيق على مراحل كده بالشكل ده لحد ما بتخلصي كل كمية الدقيق بتاعك، وتتأكدي ان مفيش اي تكتلات ولا حاجة في العجينة بتاعتك. اضربيها كويس. طبعا ممكن انك تعملي خليط البانكيك في الخلاط عادي خالص، بس انا حبيت اعمله معاكم بالمضرب باليدوي كده علشان هو ما فيهوش اي حاجة وحاجة بسيطة جدا وبسرعة بتخلصيها. كده الخليط معايا جاهز، مفيش فيه اي تكتلات، القوام بتاعه مظبوط. هنيجي على النار في الطاسة بتاعتي، حطها على النار سخنت شوية، ابتدي انزل بخليط البانكيك. طبعا بتستخدمي حاجة وانت بتصبي علشان تبقى كل القطع بتاعتك متساوية، نفس اللي هتستخدميها على طول. حطيتها في الطاسة، اول ما بتبتدي تظهر الفقاقيع اللي بتظهر على الوش دي، هتبتدي تقلبيها على الوش التاني لحد ما بتاخد نفس لون الوش الاولاني. طبعا هي سهلة جدا وبسيطة جدا، ما بتاخدش على النار اي حاجة. هي حوالي دقيقة على النار بتعملي فيها الكمية بتاعتك، يعني الواحدة بتاخد دقيقة على النار. اهو تحت زي فوق، وهشة جدا وخفيفة جدا، لما بتيجي تشيليها تلاقيها خفيفة جدا. نبتدي مع بعض نعمل واحدة تانية بالشكل ده كده. هتبتدي تظهر الفقاقيع بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها، هتبتدي تظهر من هنا، ونقوم جايين قلبينها على طول، بتبقى خدت الوش بتاعها المظبوط من تحت بالشكل ده. طبعا اما نيجي نطلعها من الطاسه بتاعتنا، يا ريت ما نحطش الكميه كلها على بعضها مره واحده، احنا نسيبها مثلا انها تبرد حاجه بسيطه لحد ما بنخلص الكميه مثلا بتاعتنا. بعد كده بنحطها على بعضها، ونبتدي ان احنا نحط عليها اي صوص احنا عايزينه هناكلها بيه. هنعمل كمان واحده مع بعض بالشكل ده كده. طبعا هي سهلة جدا وسريعة جدا، أسرع حاجة ممكن إنك تعمليها لو عايزة تاكلي أي حاجة حلوة، مادام كل طلباتها موجودة عندك في البيت. سهلة جدا ومفيش فيها أي حاجة بالشكل ده لحد ما بنخلص الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده. شوفوا الوش زي يعني ايه الوشين الاتنين كلهم شكل بعض. بعد كده عندي اي فاكهة انت عايزاها او بتحبيها تحطيها تقطعيها معاها كده. بعد كده انا عندي جزء حطيت عليه عسل ابيض، الجزء التاني حطيت عليه شوكولاتة. طبعا اي صوص انت عايزاه، عندك كراميل، عندك اي حاجة براحتك خالص. هتاكلي احلى والذ بان كيك. ان شاء الله تعجبكم الوصفة بتاعت النهاردة، ولو عجبتكم يا ريت تشجعوني وتدعموني، وكومنت حلو منك، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والف هنا على قلبكم ان شاء الله.